طمنا كده على حركة الأتوبيس النهري داخل الأماكن المختلفة في جمهورية مصر العربية. كل سنة وانتم طيبين. عندنا هنا في وسائل النقل النهري فيها بيطلع حوالي رحلتين كل يوم من الساعة 7 للساعة 9. بيروحوا القناطر الخيرية، وفي غير في الرحلات الداخلية للفسح الداخلية. عايزين نقيم حضرتك أول يوم كان أخبار الإقبال إيه على الأتوبيس النهري؟ لا، كان إقبال كويس، بس النهاردة أحسن شوية، وإن شاء الله بكرة يبقى أحسن وأحسن إن شاء الله. كمان احنا العيد ممتد، يعني مش 3 ايام بس، ده ممتد كمان يعني، فهيبقى في اقبال، ومع تحسن الاحوال الجويه ان شاء الله كمان هيبقى في اقبال. يبقى أحسن إن شاء الله. استعداداتكم على الاستقبال الجمهور داخل الاتوبيس النهري؟ احنا مجهزين حوالي 5 6 وحدات جاهزين. الوحدة بتشيل أكتر من 200 راكب تقريبا. وفي وسائل امان كويسه، عندنا جواكت، عندنا اطواق، وكل رحله فيها 2 3 بحاره، ده غير وسائل الاطفاء والحريق. فبنطمن الناس اخواتنا كلهم ان شاء الله يجوا، وسعر التذكره رخيص كمان، يعني لغايه الان حوالي 60 جنيه. قول لي الرحلات بتبدا من الساعه كام وبتنتهي الساعه كام؟ في رحله بتبدا الساعه 7، في الرحله اللي بعدها بتبدا الساعه 9 ان شاء الله. وتقعد الساعه كام؟ نعم، ترجع الساعه كام؟ يعني بدايه من الساعه 3 ونص 4 كده بتبتدي ترجع. عايزين رساله من حضرتك للي بيشوفونا ولسه ما نزلوش، لسه ما اختاروش الاتوبيس النهري كفسحه في عيد الفطر، تقول لهم يجي يشرفونا، وهي لها خدمه كويسه وخدمه ممتازه، ووسيله نقل حاجه لطيفه وظريفه ان شاء الله، وامنه كمان، وبتفرج على النيل. وامنه طبعا، امنه، واكتر امان عندنا كمان. في غرفه عمليات مشكلينها يا فندم؟ طبعا وانا رئيسها، وموجودين كلنا موجودين هنا، غير اداره الشرطه موجوده، والمباحث والنقل النهري وكله موجود. بعض الناس بتختلط بين الاتوبيس النهري وبين اللي هي السفن، اللي هي المراكب العاديه بتاعه اللي هم المراكب الخاصه، ايه الفرق بينهم يا فندم، والامان في الاتوبيس النهري؟ بالنسبه لنا احنا الامان بتاعنا اكتر، بنهتم اكتر، وكل مركب يبقى عليها في عدد كبير من البحاره، وعدد جواكت اكتر، وعدد اطواق اكتر، ده غير وسائل الحريق الموجوده ووسائل الاطفاء موجوده. الاتوبيس النهري طبعا موجود طوال السنه، وكمان خلال ايام الاعياد بيكون اكتر في ضخ رحلات اكتر. ان شاء الله بيبقى يومي عندنا وشغال يومي في العيد وبعد العيد ان شاء الله. امنيات حضرتك بقى في العيد تتمنى يا فندم، ورساله تهنئه تحب تقولها لمين؟ كل الشعب المصري كل سنه وانتم طيبين. احنا شايفين كل اجهزه الدوله بتستعد، وكمان بتستقبل في الصباح الباكر المواطنين اللي بيختاروا الاتوبيس النهري كفسحه ليهم. قول لي كده يا فندم، خبرتك ايه بالنسبه للاستعدادات الخاصه بالاتوبيس النهري، وخصوصا ان عيد الفطر بيكون فيه اقبال اكتر من عيد الاضحى؟ حضرتك وانتم طيبين الاول، وكل شعب مصر بخير وسلام. احنا النقل النهري هنا عندنا يعني عوامل السيفتي والامان، والجمهور بيتقابل يعني بيشهد علينا باعداد كبيره. انت شايفه كده الوحده فيها ستيبل مستقره ثابته، فيها جميع انواع، فيها بحاره، فيها غطاسين، فيها مقاعد، فيها طرمبات، فيها جواكت، فيها كل انواع الامان اللي هو النقل النهري طالبها من حياتي من الناحيه المهنيه. وزي ما الوحده اللي احنا واقفين عليها دي يعني ما فيهاش اي اهتزازات، ما فيهاش اي حاجه، بتركبها في الميه اشياء مش في الميه يعني. فالنقل النهري وفي تطور، وفي وعي للجمهور، وفي رفع كفاءه، وفي عجل وحدات جديده، وفي تطوير ان شاء الله، يعني اللي جاي افضل يعني ان شاء الله. كمان شايفين النيل، يعني في ناس بتقعد بس عندكم في المحطه لانتظار الاتوبيس اساسا؟ والله هو الجمهور حسب يعني كده الرؤيات، في ناس بتيجي تقعد، في ناس فيها ناس محتاجه رحله ساعه، احنا مع الجمهور في اي اللي هو طالبه يعني. ثالث يوم العيد هيبقى اقبال اكتر. متعودين حضرتك، متعودين ان اول يوم كل تدريجيا كده الاعداد بتزداد يوميا يعني، وثالث يوم العيد بيبقى اقبال اكبر واكبر يعني عن سابقه يعني. مستعدين علشان الاقبال لما بيزيد؟ نعم احنا مستعدين جدا، والوحدات جاهزه، وعندنا وحدات برضك في ان مجهزينها الناحيه الثانيه، وكله تمام يعني. احنا الجمهور كله دوت في العيد بيبقى عندنا حاله طوارئ جامده جدا يعني. المحطه يا فندم بتستقبل المواطنين علشان يروحوا
والله احنا المحطه اللي احنا سيادتك واقفيها اسمها الهابي لاند ديت، اللي هي الرحلات اللي هي الاقبال الشديد عليها في العيد. احنا عندنا بنطلع من الهابي لاند للقناطر دي، الضغط عليها اللي هي ايه، الناس بتنسبهم هناك حوالي 3 ساعات او 4 ساعات، بيتفسحوا في الجناين، بيتفسحوا. التذكره هنا شامله ذهابا وايابا وانتظار يعني. طبعا عارفين التذكره سعرها بسيط بالنسبه للمواطنين. هو المهندس هي حوالي 60 جنيه ف يعني ذهابا، والمواطن فيه اقبال شديد سيادتك يعني عليه، لان هنا بيطمن الوحدات مجهزه من كل انواع التجهيزات، فيها تكييف، فيها حمامات، يعني الوحدات كلها الخاصه ما فيهاش الكلام دوت، واحنا مستعدين استعداد، يعني الوحده اللي بتطلع فيها كل ما يحتاجه المواطن يعني. ايه المحظورات يا فندم اللي المفروض المواطن اللي جاي الاتوبيس الناري ما ياخدهاش معاه؟ احنا بنقول المحظورات اللي هي الحاجات اللي هي طبعا اللي هي من الناحيه المهنيه، اللي هي الامن الصناعي والمهني، اللي هي الحاجات اللي هي يعني مثلا ما حدش ياخد معاه انبوبه صغيره، ما ياخدش معاه اي حاجه اللي هي قابله للحريق والكلام دوت. واحنا عندنا مشرف امن صناعي مثلا بيتمم على الحاجات ديت، كله بنتمم على كل حاجه يعني. تهنئه لحضرتك تحب توجهها بمناسبه عيد الفطر تقول لهم؟ واقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وتعالوا الاتوبيس الناري هتلاقوا يعني ما يسركم يعني ان شاء الله. وانت طيبه يا فندم، انت طيبه. النهري علشان فسحه في العيد، طمنينا كده الاول، اول يوم العيد رحنا فيه. احنا بنحب القناطر، وبنحب هنا، بنحب المكان يعني، وبنحب النيل جدا جدا طبعا، يعني بيبقى اجواء حلوه والدنيا جميله وبيبقى في الوقت ده بيبقى الجو حلو كده والدنيا جميله قوي هنا احنا على الرغم جدا، وناس ذوق جدا. من الجو وفي تقلبات جويه، بس اخترنا برضو نيجي هنا الفسحه بتبقى تحفه، واحنا عيالنا بيحبوها طبعا. اصل النيل ده حاجه يعني حاجه كده جميله، وبعدين المركب بتبقى كام ساعه رايح وكام ساعه جاي، فالدنيا بتبقى تحفه قوي قوي. اختيار حضرتك للاتوبيس النهري وليك ذكريات ايه مع الاتوبيس النهري؟ انا جيت كذا مره هنا والله، برضك هي بتبقى حاجه حلوه وحاجه كويسه، ان احنا بنتمتع في الميه ورايح جاي في المركب، وتبقى حاجه كويسه يعني للعيال وكويسه وسعرها كويس، وناس هنا ناس محترمه ورحله كويسه وحاجه كويسه يعني، حاجه نظيفه بسم الله ما شاء الله يعني. معانا ناس كويسه وناس بتأمن على الناس، والدنيا جميله قولي لي، كلنا طبعا الكحك والبيتي فور بقى والرنجه والفسيخ. وجايين بقى نتفسح. يعني خلصنا كله جايين نتفسح. لا بس احنا بقى يعني عايزين بقى، كنا يعني جايين نكمل بقى فسحتنا هنا عشان ايه بقيه الاكل. هنروح في اماكن تانية غير الاتوبيس النهري؟ احنا بنحب هنا عامه كتير يعني. مش هنروح حدائق تانية خلاص هي الاتوبيس النهري؟ ان شاء الله باذن الله الحديقه بتاعت الحيوانات تخلص ان شاء الله نروحها برضه ان شاء بس الله. في عندنا الاسماك، عندنا حدائق تانية والحريه، عندنا حدائق الدوليه، في حدائق تانية كتيره يعني. كلها كويسه، حاجات حلوه كويسه. الحديقه الدوليه جميله قوي. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب. طيبه وبخير.